رغباته ومثله صراع ضد الآخرين وربما مثلهم أيضا، ونتج عن ذلك الصراع ملائمته بينه وبين مجتمع يمزج القارئ بفلسفة ما أو رؤية إنسانية وطلعتها البشرية. إن تصوير التغير في حيوات الأفراد والجماعات كان وما زال موضوع الأدب الجاد من أيام أرسطو. هو القائل إن المأساة تصور انقلاب الحال وتغير الحظوظ، وقد كان انقلاب الحال وتغير الحظوظ والمفارقة المأساوية بين الأمس واليوم وبين النية والنتيجة ما زال موضوعا أثيرا في الرواية العربية منذ نشأتها، وبالذات في أوج ازدهارها على أيدي كتابها العظام كنجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي ومحمد بن المعاطي أبو النجا ويوسف إدريس وغيرهم من جيل الرواية وعبد الحليم عبد الله وغيرهم. إن كتاب الرواية إذا أوتوا التاريخية السليمة والنظرة الاجتماعية الثاقبة إلى جانب الموهبة السردية وبراعة البناء الفني خير من يسجل التغيير الحادث ويستشعر حركة المجتمع ويجسد الإرهاصات الدقيقة بإيحاء المستقبل قبل وقوعه أو حدوثه على مستوى الواقع. إن الرواية الجادة تصبح وثيقة ثمينة بل أثمن من وثائق المؤرخ وأوثق من وثائق المصلح الاجتماعي. لقد زخرت المكتبة العربية بالعديد من الروايات على اختلاف أنواعها تمثل خزانة للمعلومات المختلفة عن مجتمعنا المصري في حراكه وتطوره وطموحاته إلى غد أفضل أكثر إشراقا وصدقا مما نحن فيه حاليا. ده طبعا تعريف الرواية. أنواع الروايات بقى ندخل بقى في نقطة ثانية دي أنواع الروايات. أول نوع من أنواع الروايات الرواية العاطفية، تقدم لنا قصص الحب وتغلب على أحداثها المشاكل العاطفية، وهي تتلمس أي موقف يحاكي المشاعر الإنسانية الحقيقية المؤثرة في السياق الروائي ومواقف الشخوص العاطفية في الرواية. طبعا ده موجود بقى في قصص إحسان عبد القدوس وقصص يوسف السباعي الكلام ده كله. طب دعاء القرار منها؟ ممكن بتاع الرواية البوليسية ما بتجيبش بقى كل الناس يعني. الرواية البوليسية بتجيب أمثلة يعني. الرواية البوليسية هي هذا النوع من الرواية، هي عبارة عن رواية الجريمة، وتركز الرواية على التحري والبحث عن لغز الجريمة والبحث عن المجرم الحقيقي من خلال أسلوب مشوق جذاب بعيدا عن الثرثرة أو اللغة المجانية الفارغة. ثالث نوع بنتكلم فيه عن الرواية التاريخية، وطبعا يستوحي الروائي حدثا مفصليا في التاريخ أو أحداث تاريخية متميزة تحمل مغزى تاريخي إنساني في آن معا. طبعا رائد هذا النوع من الروايات هو جورج زيدان، والغريب ان جورج زيدان رغم انه مسيحي راجل كتب اكثر من 20 روايه اسلاميه كتير جدا، 20 اكثر من 20 روايه. وفي نفس الوقت لو احنا جينا نقرا ال 20 روايه بتوع جورج زيدان نجدهم روايات فعلا ليس فيها اي خطا في الاسلام، يعني ما جابش معلومه خاطئه في الاسلام. قاري كويس جدا. وهو كان طبعا هو كان بيعمل حاجه يعني عامل حسابها كويس جدا، بما انه مسيحي فكان حساس قوي، يقول لك انا لازم اخلي بالي جدا علشان ما اغلطش في الناس دي، وعلشان في نفس الوقت يعرفوا ان انا قاري وحاضر وشارب الثقافه الاسلاميه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان مرحله الرياده بتتطلب من الرائد الالتزام والصدق والأمانة، علشان كده هيبقى رائد في هذا المكان. طبعا الرواية التاريخية مش مجرد ان انا اقول تاريخ او اقول معركة اقول مين انتصر ومين ما انتصرش والكلام الفارغ ده. طبعا لو اتكتب ده يبقى توثيق وعبارة عن شيء تقريري ليس له علاقة بالفن لا بالقريب ولا بالبعيد. انما الرواية التاريخية هي بتتكلم فيها عن الابعاد الإنسانية لهذه الحادثة التاريخية أو الشخصية التاريخية. يعني لما أجي أتكلم مثلا عن رواية تاريخية زي مثلا رواية علي بكر الكبير، طبعا لما يجي بس بعد علي بكر الكبير جه انفصل عن مين؟ عن الدولة المملوكية.
فطبعا علشان يجي علي بيك الكبير في الوقت ده لازم الروائي يعمل ايه؟ اولا لازم يقدم لنا شخصيه علي بيك الكبير ده تقديما مشرفا، ويبين طموحاته ويبين نزاهته ويبين عقله ويبين ذكائه، فيقوم متمرد على محمد علي. فلما يتمرد على محمد علي انا كقارئ قبله، يبقى انا كقارئ قابل ده. وفي نفس الوقت اخلي بالي ان الراجل ده مش بيعمل كده لوجه الله، ده بيعمل نوع من الاسقاط على الواقع المعيش. يعني انا لما بتكلم عن حادثه تاريخيه فيها انسان شجاع والمجتمع كله جبانات، يبقى لا، انا بقول هنا خليكوا شجعان زي هذا زي ما حولنا ادهم الشطار مثلا. فطبعا فديت مساله لازم نخلي بالنا منها، ان احنا مش بنقدم التاريخ كسرد. يعني انا مثلا لما بقرا شغل جمال الغيطاني يبقى ليه ناقل لي مثلا فصول كامله من الادب التركي والادب المملوكي، انا مش مع ده. ليه؟ انا عاوزه يقدم اسقاطات، يجيب لي مواقف معينه في الادب المملوكي تعمل اسقاط على الواقع المعيش، علشان انا اتحرك واتلفت واعمل زيه احسن منه.